السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد ولقاء جديد بيكم. أنا سعيدة أن أنا معاكم. النهاردة هنعيد تدوير قارورة من قارورات الكلور. طبعا كلنا بنستعمله. لو ما عندكيش يبقى أي قارورة بلاستيك هتعيدي تدويرها هتديكي نفس الفكرة. وتابعوا الفيديو للآخر هتستفيدوا. والآخر لحظة في الفيديو بقدم لكم أفكار جديدة مختلفة عملناها علشان تبقى تنفعك في المناسبات وفي شهر رمضان والديكورات البيت. أتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للآخر وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أرجوكم شيروا الفيديوهات عشان أكبر عدد من الناس يستفيد بالفيديو. ما يقفش عند العدد البسيط جدا برغم عدد المشتركين الهائل اللي عندي. أتمنى لكم كل الهناء والسعادة وكل عام وأنتم بخير. تابعوا الفيديو لآخر لحظة. طبعا على حسب شكل المشمع هتعملي القارورة. وطبعا كل مشمع ليه ستايل وليه شكل مختلف هيديكي منظر أحلى وأحلى. وطبعا لو استخدمت الغيرة هيكون أفضل من مسدس الشمع، لأن الغيرة مش بيخلي المشمع يسيح. فخلي بالك لو تحبي تحطي غيرة، بس هياخد وقت طويل على ما تنشف.
طبعا مكان اللمبة المضيئة دي او الحاجة اللي احنا عملناها دي، ممكن تحطي اباجورة، يعني لمبة اباجورة تجيبيها من عند الراجل الكهربائي، تخليه يركب لك سلكية بدويل، وتخرمي الفتحة بتاعت العلبة بتاعت الكلور نفسها، وتدخلي السلك من الفتحة اللي احنا عاملينها بتاعت الفوهة بتاعت الازازة، وتخليها اباجورة بسلك، وتولعيها وتطفيها زي اي اباجورة، من غير تكاليف ومن حاجات بنرميها. كمان ممكن تعمليها زي فانوس، تحطي لمبة اللي احنا حاطينها دي اللي على شكل بطة او دي، وتحطي مثلا ممكن فيها زرع، او تحط فيها بيكربونات صوديوم مع زيت عطر، وتدي ريحة للمكان، سواء في الحمام، في المطبخ، في اي مكان تحبي تحطيها فيه. افكارها كتير، وممكن تسيبيها تحط فيها اي حاجة، تبقى زي منظم في اي مكان تحبيه. آه، ممكن تعملي كذا واحدة وتوزعيهم على المكان، وشكلهم هيختلف طبعا للمفرش اللي هتستخدميه. طبعا ارخص من مفارش المقطعة كنا بنرميها، ملهاش اي قيمة بالنسبة لنا. ممكن تستبدلي المفرش بقماش عادي يكون شكله حلو او دانتيل، طبعا هيدي منظر حلو برضو. الافكار كتير، بس انتي خدي الفكرة الرئيسية وابدعي واعمليها مشروع مربح يدر عليكي دخل. ودي فكرة عملتها امبارح، ما فيش مشاهدات برضو. اتمنى تشيروا الفيديوهات عشان اكبر عدد من الناس يستفيد بيها. الفكرة اللي فاتت دي ما جابتش حتى 800 مشاهدة، برغم انها من حاجة بنرميها برضو، ما تكلفتش قروش بسيطة، طلعت لك حاجة حلوة جميلة تستفيدي بيها في البيت وفي اي مكان. وادي شايفين منظرها لما بتختلف الإضاءة. ودي برضو فكرة عملناها ببلاش برضو، من حاجات بنرميها. في أفكار كتيرة جدا عملتها لكم، أتمنى أنكم تشوفوا الفيديوهات عشان تستفيدوا بيها وتشيروها، تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. وقناتي مش هتكبر غير بحبكم وبدعمكم، وبأنكم تشاهدوا الفيديوهات للآخر، وتعملوا لايك للفيديو وتشيروه. أتمنى لكم كل الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير. وأتمنى لكم أنكم تنفذوا الأفكار وتنتظروني في البث إن شاء الله. أنا هبقى سعيدة أنكم تبقوا موجودين معايا. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.